هذه مديرة من أهل الشرقية، المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، تقول أنا مديرة وحالتي المادية ممتازة، متزوجة رجل من أحسن الرجال علما وخلقا وجاه ومال، والله رزقني منه عيال. قرر أنه يتزوج الثانية وأعطاني خبر. أنا تضايقت وتألمت، لكن هو وعدني أنه يعدل بيني وبين زوجته الثانية وأنه بحاجة الزواج، فأنا وافقت وأنا متضايقة، وفعلا تزوج. بدأت الأخبار تصلني عن زوجته إنها مرة صاحبة دين صاحبة خلق وكل يثني عليها، حتى هو دائما يثني عليها ويثني على أخلاقها وتعاملها. أنا انفجرت غيرة، أنا وصلت لمرحلة من الغيرة خلاص بتقطع من الغيرة، وخايفة إنها تحمل منه فيزيد غلاها غلا. يعني هي الحين غالية من غير شيء، فكيف إذا حملت وجابت له عيال بيزيد غلاها غلا. كنت أفضفض لصديقتي في العمل اللي هي احنا بنسميها صديقة الشر. تقول كنت أفضفض لصديقتي في العمل مديرة، وهذه زميلتها في العمل، قد تكون يعني وكيلة أو مشرفة أو معلمة. تقول كنت أفضفض لها، فقالت لي شوفي تبين أعطيك حل؟ قالت ايوه اعطيني حل. قالت اعملي لها عمل وامنعيها من انها تولد خلاص، واذا بغيتيها بعد تتطلق ما في مشكلة، واذا تطلقت توبي، شوفوا كيف تلاعب الشيطان، توبي وتصدقي عنها وخلاص، الله غفور رحيم. تقول رفضت وخفت، ألحت علي وقالت أنت الكسبانة، ومع إلحاحها وافقت. أخذتني عند ساحرة في حي شعبي عجوز، ورحنا عند هالعجوز، جلسنا عندها، شرحت لها وضعي، قلت أنا أبيها ما تحمل من زوجي، وزودت الطين بلة، قلت ما تحمل من زوجي ولا من غير زوجي إذا تزوجت بعده، وبها تتطلق. قالت الساحرة ما عندي مشكلة، الأمر سهل، بس جيبي لي شيء منها، جيبي لي شيء من ملابسها، جيبي لي شيء من الأشياء اللي هي تستخدمها. تقول قلت لها طيب أجيب لك. راحوا. تقول جيت ومسكت بنتي الكبيرة وصارحتها بالموضوع. بنتي في البداية تضايقت واستغربت، بعدين شوي شوي أقنعتها. طبعا ساعدني الشيطان في الإقناع وأقنعتها، وقلت لها أبطلب منك طلب الحين. قالت وشو؟ قالت روحي اطلبي من أبوك أنك تزورينه عند زوجته الثانية، وروحي تغدي عندهم واجلسي معهم وتعرفي عليها واعزميها عندنا، وحاولي تاخذين شيء منها، خذي منها شيء، يعني طرحتها، شيء من ملابسها، شيء، حاولي. قالت طيب. فعلا راحت البنت كلمت أبوها، قالت يا أبي بتغدى عندك، وجت تغدت عند أبوها وتعرفت على مرت أبوها وسولفت معها وعزمتها، قالت الله يحييك وأمي تبغى تجينها وتزورينها. وفي لحظة غفلة أخذت طرحتها وحطتها في شنطتها البنت على طول، ثم راحت وودتها لأمها. الأم أخذت الطرحة وراحت للساحرة مباشرة، هي وصديقة الشر معه، وجت عند الساحرة وقالت لها هذه طرحة المرأة. قالت خلاص أبشري بها، أبشري إنها ما راح تعرف الحمل لين تموت. شوفوا الساحرة الخبيثة ايش تقول، أبشري إنها ما راح تعرف الحمل لين تموت. وفعلا عملت السحر وعطت هذه الزوجة الأولى، عطتها مادة وقالت رشيها عند بيتها اللي هي تمشي من عنده، تدخل وتطلع من عنده، وهذا الشيء الثاني حطيه لها في شيء تاكله وتشربه. قالت طيب. وفعلا أخذت هذه المادة ورشتها عند بيتها، بيت الزوجة الثانية،
وأخذت المادة الثانية السائلة هذه، ولما عزمتها وجت للعزيمة تتعشى عندهم ترحب فيها، ويا هلا ويا غلا واعتبريني أختك، وأنا وياك شركة في زوجي أبو فلان، والشراكة فيه بركة، وأنت عزيزة وغالية. وجلست تقول حطيت لها السحر في القهوة وشربت القهوة. تقول هي تشرب القهوة وأنا سعيدة جدا 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 إني بنتقم من هذه المرأة اللي اتأخذت زوجي مني. راحوا وافترقوا، وبدأت الآلام عند هذه الزوجة الثانية. بدأ معها نزيف استمر لشهر كامل وهي تنزف، وبدأت تصرخ وتتألم في دورة المياه في الحمام، لما تقوم تصلي الفرض، لما تقوم في الليل تصلي صلاة الليل. شوفوا يا جماعة، تصلي صلاة الليل تصرخ وتبكي. طبعا زوجها ينقل لزوجته الأولى كل اللي قاعد يصير، والزوجة الأولى اللي هي المديرة هذه تظهر نفسها أنها متألمة ومتحسرة على حالها. المهم الزوج أخذ زوجته الثانية هذه عند الطبيب، افحصوها قالوا عندها سرطان في الرحم ولا بد ان احنا نتداركه ونستأصله. رفضت الزوجة دي، قالت تستأصلون رحمي ما يجيني عيال؟ لا ما ابغى. طيب انت عندك سرطان واحتمال يتطور. قالت ما ابغى. المهم رجعت بيتها، رأت رؤية، رأت في المنام انه في كلب اسود ينهش ارحامها، ينهش رحمها. اتصلت على صديقة لها، زميلة لها تعرفها، مفسرة أحلام، كلمتها قالت يا فلانة أنا رأيت في المنام كذا كذا كذا. قالت شوفي كذا كذا كذا. قالت شوفي إن صدقت رؤياك أنت مسحورة، وإن شاء الله إن شاء الله علاجك أبى أعطيك زيت زيتون، برسل لك زيت زيتون مقري فيه القرآن والرقية، ادهني في بطنك واشربي منه، وإن شاء الله بإذن الله أنك بتشفين. الزوجة هذه الثانية قالت لزوجها، قالت إني أنا رأيت رؤية وفسرت الرؤية، فقالت لي المفسرة إن علاجك في زيت الزيتون تدهنين فيه وتشربين منه. طبعا هو ينقل الأخبار للزوجة الأولى على فطرته، يعني نقل الخبر. الزوجة الأولى راحت للساحرة على طول، قالت لها حصل كذا كذا كذا. المرة رأت في المنام رؤية وفسروها لها إنها، فسرتها لها صاحبتها إنها زيت الزيتون إذا تدهن في بطنها وتشرب منه تشفى. قالت نعم، إذا تدهنت منه وشربت منه ترى بينحل اللي فيها وتشفى. قالت طيب شو الحل؟ قالت الحل بسيط، الحل إني أعمل لك سحر ثاني وتخلينها تشربه. هذا الشيء الثاني نبغى نسحر صاحبتها هذه المفسرة علشان ما عاد تفسر لها ولا عاد تشوفها. قالت طيب شلون نسحرها المفسرة؟ قالت اتصلي عليها، جيبي رقمها واتصلي عليها وانتي تكلمينها، طولي معها وحطي على السبيكر وانا اعمل لها سحر من صوتها. فعلا راحت الزوجة هذه الأولى وجابت رقم المفسرة من هذه المرأة الثانية، الزوجة الثانية، قالت لها ابغى مفسرة أحلام، أعطتها المهم وفعلا سحروا مفسرة الأحلام. مفسرة الأحلام أصيبت في صوتها ومرضت، وجت هذه الزوجة الأولى أيضا وحطت السحر الثاني للزوجة الثانية في أيضا شراب أو أكل، فزادت آلام الزوجة الثانية. أصر عليها زوجها أنها تستأصل الأرحام، قال لها أنت أغلى عندي من أنه يجيك أولاد، يا بنت الحلال استأصلي الأرحام. وفعلا عملت لها عملية وتم استئصال الأرحام. لا زالت هي مع زوجها حتى بعد استئصال الأرحام، وكان يشفق عليها ويحبها، وكان مثل ما يقولون راحمها. يعني الزوجة الأولى ما أعجبها هذا، قالت أبيها تتطلق، أبيها تتطلق بفضيحة. ايش سوت يا جماعة الخير؟ راحت للساحرة وقالت لها اعملي سحر لزوجي، وأعطتها شيء من زوجها، وفعلا عملت السحر. أخذت هذه الزوجة المديرة هذه أخذت السحر ودفنتها في مكان، ثم زوجها تغير حاله بسبب السحر،
قالت له يا زوجي يا حبيبي. قال نعم. قالت أنا رأيت رؤية وفسرت الرؤية إني أنا وأنت مسحورين، وإن اللي ساحرتنا هذه أوصافها، وإنها تنطبق على زوجتك الثانية. ودليت مكان السحر، ايش رايك نروح نطلع السحر؟ وفعلا اخذت زوجي ورحنا وحفرنا وطلعنا السحر. يوم طلعنا السحر استشاط غضب، اتصل على اخو زوجته الثانية وقال له قل لاختك الفاجرة الكافرة الساحرة انت طالق، انت طالق، انت طالق، تراها ساحرتني وبرسل لك صورة السحر. وفعلا تطلقت هذه المرأة منه. هذه المرأة الصالحة استؤصلت أرحامها وطلقت من زوجها وفضحت على أنها ساحرة وتسحر الناس. تظنون أن الأمور عدت وانتهت؟ تقول هذه المديرة، تقول بنتي الكبيرة صابها مرض في أرحامها غريب ونادر، تبيض عندها أو البيوض عندها تموت في الرحم، وأصابها العقم، مرضت نفسيا، طلقها زوجها وبنتي تتعالج في مصحة نفسية. صاحبتي صاحبة الشر مات ولدها الوحيد في حادث ودخلت مصحة نفسية تعالج. تقول أنا طلعت من التعليم بفضيحة، دبرت لي فضيحة ومكيدة وفصلت من عملي بسبب هذه الفضيحة المدوية. ولدي اللي أنا مأملة عليه أدمن المخدرات وضاع. بديت أحس بألم وتعب. لما فحصت قالوا لي معاكي سرطان في المخ ووصل للنخاع الشوكي. حسيت إنه الدنيا أظلمت في وجهي. زوجي كان دايما يقول لي إني أنا أشوف في المنام أبوي الله يرحمه يقول لي يا ولدي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يكررها علي. أنا ما أدري ليش أبوي يقول لي كذا، وأنا عارفة ليش أبوه في المنام يقول له كذا. وصلت لمرحلة خلاص حياتي انتهت، أنا عايش على المسكنات. اتصلت بأخو ضرتي وقلت له أبيك تجيبها تزورني، وجتني تزورني، فصارحتها بكل اللي سويته. أنا أتكلم وهي تبكي، أنا أتكلم وهي تبكي، وفي الأخير قلت لها سامحيني. قالت حرمتيني من زوجي وحرمتيني من الولادة والخلفة إلين أموت، وشوهتي سمعتي وعكرتي صفو حياتي وآذيتيني في صلاتي وفي ديني، تبيني أسامحك؟ أسأل الله أن يحرمك من رحمته، أسأل الله أن يحرمك من رحمته، أسأل الله أن يحرمك من رحمته. وقامت عني. أرجع أسألكم نفس السؤال، هل ممكن يصل الإنسان إنه يكون مصاص دماء؟ هل ممكن أن يصل مسلم يعرف أنه سيعود إلى الله وسيحاسب عن النقير والقطمير، يعلم أن فيه يوم قيامة وأن ستقوم قيامته أول ما يدفن في قبره، يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومع ذلك يفعل هذا؟ نعم. إذا وصل الجهل إلى أعلى مستوياته، ووصل الغل والحسد والضغينة إلى أعلى مستوياتها، وتدخل الشيطان في هذه الأمور، ووجدت البيئة المناسبة، قد يصل الإنسان إلى أن يكون أقل درجة من الحيوانات.